صباح او مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوف فيه الفيديو دوت. هنتكلم في فيديو النهارده عن تاخد ايه وانت رايح مركز التدريب 2023، عشان لو انت داخل فترة الصيف غير وانت داخل فترة الشتاء. طبعا انت خلصت الاوراق بتاعتك ورحت كشفت وبتسأل نفسك سؤال محير جدا: هاخد ايه وانا رايح؟ كمل معايا الفيديو دوت عشان تعرف تاخد ايه معاك بالظبط. بس قبل ابدا الفيديو دوت عايزك تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس. ولو عندك اي استفسار او اي سؤال اكتبه في الكومنتات وانا هرد عليك. يلا بينا نشوف هيحصل ايه. يلا بينا. انا قسمت لك الفيديو ده لفروع عشان ما تتوهش مني. هكلمك فيها عن تاخد معاك كام فلوس وانت رايح، هتاخد معاك هدوم ايه، هتاخد معاك ادوات نظافة ايه بالظبط، هتأمن نفسك ازاي انك ما تسرقش هناك، واخر حاجة خالص هتكلم معاك فيها في حاجات جانبية. وبرضه مش هنسى اقولك الزيارات بتمشي معاك ازاي جوه في مركز التدريب. اول حاجة خالص تاخد معاك كام فلوس وانت رايح مركز التدريب. اول حاجة لو انت ما بتدخنش تعمل حسابك في 1000 جنيه بحد ادنى، وحد اقصى 1500 جنيه، ده لو انت ما بتدخنش. لكن لو انت بتدخن فانت لازم تعمل حسابك في 500 جنيه زياده فوق الفلوس اللي هتاخدها. ارجع بقى واقول لك ان انت حاول على قد ما تقدر انك تقلل سجاير او حاول تبطلها، لان على يد انا ناس كتير جدا بطلت السجاير اثناء فتره مركز التدريب دي. لان الفتره دي حرفيا بتتحول من المواطن المادي المرفه الى مجند عسكري في حياه عسكريه. تاني حاجه هتكلم معاك فيها وهي تاخد معاك هدوم ايه وانت رايح. بالنسبه للهدوم اللي هتروح معاك بيها، هو كده كده في الجيش هناك هتستلم حاجه اسمها مخله. دي بتبقى فيها عباره عن بيجامه، وفيها حاجه بتنام بيها، وفيها هدوم داخليه، وفيها شراب، وفيها 3 بطاطين، وفيها ملايه الى اخره يعني من الحاجات دي. بس انا اقول لك تاخد دي معاك هناك عشان تامن نفسك انت بيها. لازم تاخد معاك غيارات داخليه بيضه تكون قطن عشان تمتص العرق اللي انت هتعرقه في الطوابير، عشان ما يحصلكش تسلخات من الاخر. عشان لو ده حصل لك هناك هتعاني معاناه جامده. تاني حاجه تاخدها معاك وانت رايح هناك، لو انت داخل في الشتاء تاخد معاك طقم دفايات اللي هو الكلسون. تاخد معاك اقل حاجه 3 اطقم كلسون وانت رايح هناك عشان تدفيك، عشان حرفيا الجيش في الشتاء عباره عن تلج، هتتجمد حرفيا. ما تاخدش معاك طبعا بطانيه والكلام ده كله، هو انت هناك هتستلم الحاجات دي كلها. انا بقول لك تاخد الحاجات اللي هي هتفيدك هناك بالظبط. تاخد معاك طبعا شبشب ويكون كروكس ويكون متقفل من الجوانب عشان لو في ميه ولا حاجه في الحمامات بتاعه مركز التدريب نفسه. ده بالنسبه للهدوم وانت رايح هتاخدها معاك وانت رايح هناك. نخش بقى على ثالث حاجه وهي ادوات النظافه الشخصيه. الف ب نظافه شخصيه هناك. الدقن بتاعك لازم تاخد فوم حلاقه، مكان حلاقه على حسب المكان انت هتجيبه، اذا كان بقى من النوع الرخيص او من النوع الغالي حسب ما انت تحب يعني. وطبعا ما تنساش مندوك عشان بعد ما تحلق دقنك تدهن منه، يعني عشان دقنك ما تلتهبش بكتر الحلاقه كل يوم، لانك كل يوم بتحلق حرفيا او يوم ويوم على الاقل. لازم تاخد معاك برضو بودره للرجلين عشان ريحه البياده بتاعتك. لازم تاخد معاك برضو ديتول عشان تعقم بيه السرير بتاعك، وممكن برضو تستخدمه في حاجات تانية انك تعقم بيه الدولاب بتاعك. ده بالنسبة للنظافة الشخصية. لازم تاخد معاك 3 اقفال كمبيوتر عشان تقفل المخلة بقفل، تقفل الشنطة بتاعتك، شنطة الظهر تقفلها بقفل، وتقفل برضو الدولاب بتاعك بقفل، وتكون اقفال متوسطة كمبيوتر، ما تكونش من العادية عشان العادية بتتفتح بأي مفاتيح. نتكلم بقى على الزيارات اللي هتحصل لك في مركز التدريب. كل مركز تدريب وله سياسته واجراءاته في حته الاجازات دي. يعني انت ممكن تروح مركز تدريب تقعد فيه 20 يوم مستراحه على الكتاب بتاعتك الاساسيه. يعني انت ممكن تروح مركز تدريب تقعد فيه 20 يوم وتترحل على القوه الاساسيه بتاعتك، وممكن تقعد فيه 45 يوم انت وحظك بناء على وجود المندوب اللي هيجي ياخدك للكتيبه بتاعتك. حلو.
فانت الاجازات بتاعتك بتتوقف على كل مركز تدريب. يعني ممكن مركز تدريب مثلا الهايك ستيب ما بيطلعش اجازات، ممكن مركز تدريب مبارك يكون بيطلع اجازات. فانت وحظك برضو على حسب مركز التدريب اللي انت فيه والوقت اللي انت داخل فيه. اخر حاجه اتكلم معاك فيها، ناس كتير بتسالني اخد معايا موبايل وانا رايح ولا لا. هو مؤخرا الجيش بقى بيسمح ان انت تروح بموبايل اللي هو مش الاندرويد، اللي هو الزراير الصغير ده. فانت اعمل حسابك وانت رايح تاخد معاك موبايل عادي صغير، ويكون خط مشحون برصيد كويس، عشان حتى لو خدوا منك الموبايل حطوه في الامانات يبقى معاك انت الشريحه. ممكن تستلف موبايل مثلا من العساكر القديمه هناك بيكون معاها اساسي موبايل، او من صف ضابط، حط الشريحه بتاعتك وتتكلم براحتك معاه. لانك هتعاني برضه انك توصل لاهلك اثناء مركز التدريب، لان هناك مركز التدريب بتبقى الخطوط كلها ارضي، فانت اصلا بتقف في طابور من هنا لحد اخر الشارع عشان تعرف تتكلم مع اهلك. وبكده اكون خلصت فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو دوت اعمل لايك واشتراك في القناه وفعل زر الجرس، وخلي بالك من نفسك وعدي جيشك على خير. اشوفكم في فيديو